أكلتنا لهذا اليوم القرنبيط طريقة مختلفة. أول شي نخلي البصل على النار، حبة بصل كبيرة نحمسها زين، بعدين نضيف عليها شوية جزر مكعبات، تحبون تبرشوها منين يصير، نقلبهم زين ونضيف له فلفل أخضر منين مقطع مكعبات صغار، نحمسه حمسة صغيرة بسيطة، يعني ما نطيح حمسة قوية حتى راح يستوي بعد ويا القرنبيط. هنا نكون مغسلين ومقطعين القرنبيط بهذا الشكل. نغطي لأنه القرنبيط راح يذب بالمي، وراح نضيف له همينة مي حتى يستوي استواء كامل. أنا عندي بهارات كزبرة وكركم كمون فلفل أسود وبابريكا وملح. أكثر شي نحط الكزبرة، نقلبهم زين حتى ياخذون كلهم نفس النكهة، نكهة البهارات تتوزع عليهم، ونغطي ونترك ربع ساعة. بعدين لما يستوي نفتحه ونقلبه. هنا نعلي النار حتى يتبخر الماء اللي نزل من الخضرة واللي احنا ضفناه. هنا بعد ما نشف الماء عندنا نقلبه ونضيف له ثوم مهروس ويا زيت زيتون ويا دبس رمان، نضيفه له وبعدين نطفيها للنار، ما نخليه هواية على النار، يعني نخليه يستوي على الحرارة اللي موجودة. نقلبه زين بعدين نطفي النار، نضيف لها معدنوس أو إذا تحبون كزبرة خضراء منين يصير، ونقدمه يم التمن أو ينأكل بالخبز. وألف عافية. إذا عجبكم المحتوى مال قناتي أتمنى تحطون لايك واشتراك وتشاركوها ويا أصدقائكم. شكرا لكم، بدعمكم نستمر.